كابتن مرسي سرحان رئيس نادي المريخ، نعرف من حضرتك استعدادات نادي المريخ للموسم الجديد، خصوصا ان المريخ وقع في المجموعه الرابعه اللي بتضم انديه دمياط والسويس والاسماعيليه وبعض انديه الشرقيه. نعرف كيف تقبل مجلس اداره نادي المريخ تشكيل المجموعه ما وصل اليه استعدادات الفريق للموسم الجديد. هو الحمد لله بدء النشاط الرياضي في اتحاد الكوره والقسم الاول يرجع تاني. المجموعه الرابعه مجموعه صعبه جدا من وجهه نظري غير وجهه نظر الناس. انا من وجهه نظري ان المجموعه الرابعه بتضم انديه شعبيه، يعني نادي الشرقيه بيمثل بلد، ونادي السويس بيمثل بلد، وانديه كتير ودمياط بيمثل بلد، غير الانديه الموجوده كلها انديه شعبيه بتمثل بلاد. المجموعه صعبه من هذا الاتجاه. اللي انا اخشى منه ان انا ما العبش في بورسعيد. انا لازم العب في بورسعيد عشان اجاري هذا الامور. النهارده الانديه الشعبيه بتملك جماهيريه وبتملك دفع معنوي ليهم، فطبعا لازم اشارك بكل قوه. المريخ النهارده فريق مميز، تعاقدات ب1,600,000. اللعيبه اللي جايه موجوده كويسه جدا جدا جدا، مهيئه للفوز بالبطوله لو في ارض محايده. يعني لو كل الدوري ده هيتلعب في ارض محايده المريخ اول المنافسين. لكن الظروف اللي بتمر بها الجمهوريه كلها ان المريخ يلعب ماتشاته خارج بورسعيد، دي مشكله كبيره. لازم اكون موجود ضمن اتجاهاتي للفوز بالبطوله السنه دي وبالفوز والصعود، لازم العب في ملعبي. فالنهارده رايح باذن الله السيد مدير امن بورسعيد في اجتماع ما بيني وبينه النهارده في الساعه 11 مساء، انا والمدير الفني وبعض اعضاء مجلس الاداره. انا طالب واحد بس، تامين مبارياتي في بورسعيد والمريخ يلعب في ملعبه. ضمن الدوافع النجاح اللي انا ممكن اقوم بيها ان المريخ يلعب في ملعبه. ملعب المريخ طول عمرنا ما بنخسرش فيه. ملعب المريخ لو في حاجه جماهيريه وهتحضر بيتملى بالجمهور بتاع النادي المصري وجمهور بورسعيد، فلازم العب في ملعبي عشان اقدر انافس واقدر اتجاوب مع ظروف المجموعه الصعبه اللي هي مجموعه كلها انديه شعبيه. حصل عند فريق المريخ ان اصابه اللاعب سامح جمال بقطع في الرباط الصليبي اللي قام به نادي المريخ لعلاج هذا اللاعب. لا قطع وقطع. سامح اصاب وفي احدى المباريات، والنادي المريخ ما اخرش حاجه. والنهارده لسه ماضي شيكات سامح مبلغ 25,000 جنيه لاجراء العمليه الجراحيه عند احسن دكتور هو اختاره الدكتور احمد عبد العزيز، ومضت له كل اوراقه. سامح ابننا، وحضرتك اللي الناس ما تعرفوش كمان ان سامح لا مساس بالعقد بتاعه. والشيء الاخر ان انا حددت لسامح مكافأة معنوية طول مباريات الدوري ياخدها زي اكنه لعيب نزل مباراة وفاز. النهارده اللاعب ده اصاب في مباراة وكان مستبسل فيها جدا، وكان مع لعيب فعلا ادار المباراة بكل رجولة. النهارده ما اقدرش امس سامح باي شيء. سامح عقده ماشي بنفس القيمة، عملياته هتتعمل في ميعادها وبدايه الشيكات بتاعتها، والتأهيل عايزه في القاهرة ماشي، عايزه في بورسعيد ماشي. مكافئته في المباريات مستمرة حتى نهاية الموسم. كابتن مرسي بالنسبة لمساحات اللعيبة ونسبة 25%، هل ده بند بيواجه جميع الأندية المصرية بأن في بعض الأندية بتعجز عن سداد هذه النسبة؟ هل بالفعل نادي المريخ سدد نسبة 25% لجميع اللاعبين؟ لو أنا مش هقدر أوفي بكلمتي كمرسي سرحان، ما اعتبرش، ما هوش عايز اقول رئيس نادي المريخ، حارس على نادي المريخ، لو مش هقدر اوفي بكلمتي استقالتي موجوده. جميع لاعبي نادي المريخ اخذين حقوقهم بالكامل. اللعبه النهارده كلها متواجده في الملعبات. مفيش لاعب ممكن يبقى له اي مبلغ مالي او اي متعلقات ماليه. ده اسلوبي في الكوره، ادي كل واحد حقه سواء في المكافآت والجزاءات والحقوق، فلازم ان انا ادي كل واحد حقه. اللعبه النهارده وصلها ل 25% كلها، ويوصلها لسه ل 15% اللي هم مستحقين لهم. مكافاتهم انا وعدت بان هم تتصرف بعد المباراه مباشره. النهارده مجلس الاداره موفر كل الدعم المالي والاداري في المنافسه، على الكابتن حسام والمجموعه اللي معاه انها تشد حالها بقى في الاتجاه الفني، واحنا وراهم
وان شاء الله المثلث اللي انا عامله في نادي المريخ اللي هي حته الاداره متواجده ودفعها ماليا واداريا ثم الاتجاه الفني، ان شاء الله المريخ هيوصل. وان شاء الله انا اول مره بقولها ان المريخ قادم لدور الممتاز، وده حقنا. احنا قعدنا 9 سنين في دور الممتاز وعملنا نتائج كبيره قوي، منهم نتيجه مش هقدر اذكرها بهرت الناس كلها. فانا مستعد النهارده لدخول المنافسه ومستعد لمقاومه المجموعه اللي احنا موجودين فيها، وانا معايا مجلس اداره منضبط جدا ويملك من الافكار التسهيليه للاجهزه الفنيه والاداريه في النادي بدفع جامد، وان شاء الله بدون مقاطعه ويكون المنظومه صح. واللعيبه قدامك انا ارجو انك تسالها عن موقف الاتجاه المالي ناحيه نادي المريخ. لا، الموقف المالي منضبط جدا وما عنديش حد ممكن ما ياخدش حقه، حتى لو كان اخر لعيب في النادي ليس له اي تدخل في ال 18 او ال 25، لكن حقه هياخده، وده وعد من مرسي سرحان.